فيلم بنت النيل، تاني أفلام إزيس فيلم، مدته 90 دقيقة، تاريخ العرض 25 إبريل 1929. بعد النجاح التجربة الأولى للمنتجة عزيزة أمير في أول أفلامها ليلى سنة 1927، فكرت في إنتاج فيلم تاني اختارت له اسم بنت النيل بمعاونة فنان إيطالي اسمه روكا، وقررت إنها ما تغلطش نفس غلطة الفيلم الأولاني، عشان كده خططت بتركيز عشان العمل يطلع مظبوط، وبدأت بطاقم الفنيين. بعتت بعض الشبان من الهواة لباريس في بعثات دراسية، وكان ما بينهم الفنان عبد السلام النابلسي. ولما اطمنت بدأت تفكر في الإمكانيات، وأولهم عمل استوديو سينمائي تقدر تصور فيه المشاهد الداخلية، وإنه يبقى عندها معامل ومعدات. فعلا خدت أرض في مصر الجديدة وعملت استوديو خاص بشركتها، وعملت حاجة اسمها أتيليه لتحميض الأفلام وطبعها بالاشتراك مع زوجها أحمد الشريعي، ورصدت ميزانية للفيلم 20,000 جنيه. بدأت عزيزة أمير تصوير فيلمها التاني بنت النيل في الاستوديو، لكن بعد فترة اكتشفت ان المخرج روكا ما عندوش اي خبرة سابقة او علم بالعمل السينمائي. لجأت لفنان المسرح عمر وصفي عشان يكمل الفيلم، بس للأسف حظه ما كانش أحسن من روكا، وقررت هي تخرج بنفسها. اتراكمت عليها الديون ووقفت التصوير كذا مرة. أنقذها رجل الاقتصاد الكبير محمد طلعت حرب باشا، وما بخلش عليها وقدم لها مساعدات مالية للاستمرار في تنفيذ الفيلم، وده بسبب إعجابه بمؤسسة صناعة السينما وإعجابه بكفاحها. انتهى العمل بالفيلم، ولما اتعرض في ابريل 1929 في دار سينما الكوزموجراف الامريكاني في القاهرة حقق نجاح معقول، وبدأت عزيزة امير تحط الخطوط الرئيسية لرواية جديدة بتتماشى مع العصر الجديد. في الفيلم ده كان الظهور الاول للفنان عباس فارس صاحب اشهر حنجرة في السينما المصرية، والفنان حسن البارودي. مصور الفيلم توليو كاريني اول من ادخل الاضاءة الناعمة في السينما المصرية. قصة الفيلم: مفيدة هانم بنت مصرية راقية متعلمة من أسرة محافظة. بعد وفاة والدها أمها بتتولى أمرها وبتفرض عليها الجواز من محمود بيه، وبيخطبها وبيسافر باريس يتعلم. في رحلة للأقصر مفيدة بتتعرف على علي بيك طاهر عالم الآثار وبتعجب بيه وبيتقدم لها، لكن أمها بترفضه. بيرجع محمود بيه من باريس بعد الدراسة وبيستعدوا لحفل الزفاف. مفيدة بتبعت جواب لعلي في الأقصر، الجواب بيتأخر وبيوصل بعد فوات الأوان. بيرجع علي ويفاجأ بأنه يوم زفاف مفيدة، بتخبطه عربية وبيروح المستشفى. محمود بيه بيتجوز مفيدة غصب عنها وبيهملها وبيضيع ثروتها اللي ورثتها عن أمها في السكر والعربدة والقمار. طاهر بيعرف المأساة اللي عايشة فيها مفيدة اللي بتضحك عليه وبتفهمه انها مستريحة، فبيروح لها بيتها، بيشوفهم جوزها محمود بيه وبيتهمها بالخيانة وبيطلقها وبيحرمها من بنتها اللي بتعيش بعيد عنها. مفيدة بتيأس وبتنتحر علشان تستريح من العذاب اللي هي فيه. عزيزة أمير في الفيلم ده أثبتت كفاءتها كممثلة ومخرجة. شكرا عزيزة أمير رائدة السينما المصرية. تابعونا.